بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين ان شاء الله. النهارده نزلنا السوق ويا ريتنا ما نزلنا السوق، بس برده كان لازم ننزل السوق. السوق النهارده الاسعار غالية جدا جدا جدا. على قد ما الاسعار غالية بصوا نار، ربنا يرحمنا يا رب. يعني لقيت حاجات تانية قصادها ارخص من الرخص. يعني حاجة حلوة، يعني الحاجة رخيصة. هي ايه اللي ارخص من الرخص يا يوسف؟ الملوخية. الملوخية بس هي اللي النهاردة رخيصة. الملوخية انا جايبة كيلو ونص ب10 جنيه النهاردة بس. باقي الحاجات كلها اللهم احفظنا يا رب، ويا رب رخص قوت المسلمين اجمعين. الاسعار كلها غالية جدا جدا جدا. وكمان ما تنسوش ان احنا كمان في مواسم اليومين دول، مواسم البامية والحاجات اللي بتتفرز بقى رمضان. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى، عشان انا بقالي فترة كبيرة ما نزلتش السوق، ما صورتش خالص. بقالي حوالي مثلا قيمة اسبوعين كده او اكتر، والله مش فاكرة بالظبط. ما نزلتش السوق ولا صورت. انا بدل ما صورتش مشتريات للسوق يبقى انا ما نزلتش طبعا. اللي كان عندي اللي كنت مصوراه من فتره طويله عندكم على القناه، هو دوت اللي كان عندي وقضيت بيه الحمد لله، وكفى ووفى الحمد لله يا رب. تعالوا بقى اوريكم النهارده انا جبت ايه والاسعار ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه النهارده الملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الملوخيه القمر دي؟ انا جايبه ملوخيه ان شاء الله النهارده علشان التفريز. بصوا انا هقول لكم بقى، انا جبت ملوخيه في واحده عطتهاني كيلو وربع ب10، وفي واحده تانية عطتهاني كيلو ونص ب10. انا جبت ام كيلو وربع الاول، وبعد كده لما مشيت شويه في السوق لقيت اللي هي الكبيره دي، اللي هي الورقه الكبيره قوي دي، عجبتني جدا. فلقيتها مع واحده يعني فلاحه كده وجايباها لسه من الارض بتاعتها، قالت لي كيلو ونص ب10. دي كيلو ونص ب10. هوريك دلوقتي ام كيلو وربع ب10. بسم الله الرحمن الرحيم. نركب بس دي كده. دول يا جماعه اهم، دول كيلو ونص. دول الشويه الحلوين دول كيلو ونص. كيلو ونص دول ب10 جنيه. دي ارخص حاجه النهارده في السوق. نركنها بس كده عشان اوريكم بقى الحاجات اللي انا جايباها. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا انتوا بقى كده على جنب. دي بقى اللي هي كيلو وربع. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الكيلو وربع. نقطع بس الكيس كده كده ايه، هنمسكها نغسلها غسله حلوه ونقرطفها عشان هنفرزها ان شاء الله مع حضراتكم لرمضان. شايفين دي صغننه، والعرق بتاعها الاخير ده احمر كده وعسل وما شاء الله وكل حاجه وزي الفل، والورقه بتاعتها برده كبيره وخشنه وكل حاجه، بس عطتني كيلو وربع. قالت لي والله يا ابله غاليه ومش غاليه، قلت لها يا ستي ايه مش مشكله، ما جاتش على ربع كيلو. فخلاص يعني جبت دي كيلو وربع اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. دي كيلو وربع اهي، ودي كيلو ونص. خلاص جبت ب20 جنيه كده ملوخيه، كميه محترمه. نرجعهم بقى كده جنب بعض لانهم كده كلهم هيتخلطوا على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو دول كده ب20 جنيه. شايفين الكميه؟ اللهم بارك. جميل، الله اكبر عليه. خليكم بس كده علشان اوعى تقع. كمان ايه ممكن ان شاء الله الايام اللي جايه برضو اجيب شويه عشان انشفهم، لان انا بحب طبعا الملوخيه الناشفه احسن عندي من اي حاجه تانية. يعني بالنسبه لي الملوخيه الناشفه احسن من المتفرزه كمان، ده بالنسبه لي يعني، ده رايي. بس طبعا في ناس كتير طبعا بتحب التفريز، فان شاء الله بناء على حبايبي بقى اللي بيحبوا الحاجات دي ان شاء الله نجيب معاكم، نعمل معاكم تفريز الملوخيه. تفريزها سهل جدا ان شاء الله، نعملها مع بعض كده في فيديو من الفيديوهات. تعالوا بقى نشوف ايه تاني اللي هيتفرز ان شاء الله رمضان. كنت صورته قبل كده بس ايه مش في القناه دي يعني، فهصوره تاني مع حبايبنا عشان اوريكم الطريقه دي سهله وجميله بجد. بصوا برضو انا جبت النهارده الباميه، جبت من واحده ب50 ومن واحده تانية عطتني ب40. ام 50 هي طبعا هي هتكون اول واحده اهي. شايفين اهي دي ام كام؟ دي ام 50. استنوا ما اشوف هي دي ولا دي. استنى كده، استنى نقطع الكيس ونرجع لكم. بصوا اهي قطعت الكيس طبعا. اللي هي فيها احمر كتير قوي دي ام 40. هي حتى بعد ما خلصت ووزنت لي الكيلو قلت لها حطي لي حبايتين كده نعمل منهم الويكه اللي هي الكبيره دي. اهي طلعت لي كام واحده كده كبار اهي، الكبار اللي كانوا على الوش دول اهم، دول للويكه اهم. قلت لها طيب اديني كام واحده للويكه كده تمام. ودي برده نفس الكلام، قلت لها اديني كام واحده هنا للويكه. ما كنتش اعرف ان انا هجيب صراحه تاني، فهمسك دول على دول وهعملهم للويكه اللي هي العدس بالباميه، بتبقى طعمها زي العسل كده ما شاء الله عليها اهي. يعني واحده ب50 كيلو ب50 والتانيه الكيلو ب40. خلاص اهو كده كده هيتحطوا على بعض، لان انا ايه هفرز دول كلهم لرمضان ان شاء الله. كان لنا عمر يا رب، ويجعلوا كده رمضان خير وبركه علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. ويخش علينا كده ويلاقي بيتنا كلها يا رب مستوره، وما يكونش حد ناقصه حاجه يا رب، اللهم امين. اهي
كده 2 كيلو باميه معايا اهو. انا كنت مفرزه وريتها لكم اللي انا كنت مفرزاها في فيديو الفريزر، وقلت لحضراتكم انا هشوف لو لقيتها رخيصه وهقدر اجيب هجيب. فالحمد لله ربنا ييسر الحال والحمد لله فيه فلوس، اللهم لك الحمد يا رب. فجبنا 2 كيلو هنعملهم بقى ايه اكياس كده حلوه زنطوطه نكون بسين عشان الناس تعرف تشوف. هدفي ايه من تصوير الفيديو عشان محدش يخش يقول لي انت ليه بتعرضي لنا الخضار. هدفي ان انا اقول لك الاسعار النهارده. في ناس كتير ما بتبقاش عارفه الاسعار وبتكسل تنزل وبتقول لا انا مش عايزه انزل، لا، او بتستسهل وتجيب من الناس اللي جنب البيت مثلا. يعني لو الفلفل ده انت في السوق جايباه مثلا ب20 ممكن تلاقيه جنبك ب30 وب35. هو كده بيبقى كده. فانت بدل ما تشتري من جنبك الكلام الحاجات دي وتطلع الحاجات غاليه، لا انت انزلي بمبلغ حلو مثلا قد 200 جنيه هتجيبي بصي بدل الحاجه 2 و10. خلاص. الفلفل ده غلي تاني بعد ما كان ب20، والله النهارده جايباه ب25. الفلفل البلدي بتاعنا ده والله بقى ب25 جنيه. عايزه اقول لكم الاسعار النهارده بصوا حاجه صعبه بجد. يا دوب انا جبت دول كانوا قاطعين كام، دول كيلو ونص. طبعا هعمل منه محشي فلفل، وهاخد كده كام واحده حلوين كده اعملهم طبعا تفريز. بينفع في ايه يا ام يوسف؟ بحطه بقى في اي حاجه بقى، اعمل كبده احط منه، اعمل منه قولوا معايا اللهم صل على النبي، شاورما. بصوا اي حاجه داخل فيها الفلفل بحط فيها فلفل. فلازم يبقى عندي فلفل في الفريزر، لازم، انا ما عنديش دلوقتي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت كمان ب5 جنيه جرجير اهو، جبت الستة ب5 جنيه. الكوتو الملوخيه البتاع ده قولوا معايا، بنسى ليه الخضره غلت. بس بجيب برضو انا محتفظه بشويه اللي في الفريزر عشان يوم ما تبقى الواحده قد كده ب10 جنيه يبقى انا خلاص كده عندي. بس انا بجيب عادي جدا بجيبها. دول الستة ب5 جنيه اهو، 6 ربع جرجير ب5 جنيه. شايفين ما شاء الله مرعرع كده وحلو. والله النهارده الجو حر قوي قوي النهارده. بقى النهارده الماتش بقى، يا رب مبروك لمصر ويا رب تكمل على خير يا رب، ودايما يا رب مصر في انتصار والنصر ليك يا مصر ان شاء الله. الماتش على طول بعد الماتش مباشره رحنا رايحين السوق جايبين طلباتنا كده. كل سنه وكل الدنيا بخير يا رب، وكل حبايبنا حلوين يا رب وبخير ومعبرين يا رب. تعالوا كمان الليمون مولع نار. الليمون غالي جدا. الليمون الاخضر كده البنزهير القمر ده الكيلو، انا مش جايبه كيلو، انا جبت ربع كيلو بس. انا عندي في الفريزر، بس عايزين نشرب بقى ايه الليمون بالنعناع. الليمون بالنعناع شايفين الجمال. جبت ربع كيلو ده ب15 جنيه. فقلت بقى ايه مش مشكله، انا كده عندي فمش هجيب كتير، هجيب بس كفايه ربع كيلو خلاص اهو. جبت ايه تاني؟ اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله اهو. جبت كمان النعناع اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. جبت 3 ربع نعناع ب5 جنيه اهو، 3 ربع نعناع ب5 جنيه. شوفوا الورق مش مستحمل من الجو. شوفوا على قد ما هو شكله مصحصح برده كده، بس انا حاساه حول الله يا رب ان هي دبلانه برده كده، ومش يعني مش اللي هي الجو حر جدا فعلا. جبت ب5 جنيه نعناع اهو، نعناع وليمون عشان نشرب بقى كده. جبت كمان كرات اهو، الكرات خلاص مات اغمى عليه خالص. شايفين شوفوا عامل ازاي. جايبه لي الكرات ده يا يوسف. هعمل منه هقص منه الطيور اللي هي الفراخ البيضاء اللي وريتها لحضراتكم في الفيديوهات اللي فاتت. ليه بتقص لهم ده؟ ليه ده؟ علشان مضاد حيوي حلو جدا. ما بديش علاج خالص يا جماعه اللي بدا بقى يتابع لي في الفراخ وهتبدا تجيب فراخ زيي. انا ما بحطش للفراخ اي ادويه ما بحطهاش من اي نوع. انا بعتمد كل الاعتماد الكلي على الكرات والخضره وفضلات الاكل اللي بتتبقى عندي في البيت. اي اكل بقى بيفيض عندي، شويه بصل على شويه قولوا معايا شويه رز، شويه اي طبيخ، افرك لقمه والف كله مع بعضه مع حبه عليقه من اللي هو العلف يعني بتاع الطيور، واجي حطها له. وده كمان واجي عاملاه له اقص ده حتت صغننه كده علشان هما لسه صغنطاطين. فده حلو جدا يا جماعه، مضاد حيوي قوي. واوقات كتير بمسك ربطه نعناع بقصقصها لهم برده بتفتح الشهيه. خلاص الحاجات دي كلها حلوه جدا ومفيده. لو عملتي كده، لو جبتي طيور وعملتي كده مش هتحتاجي ان انت تجيبي اي ادويه. عايزين نطلع كل الفراخ اللي عندنا بامرك انت يا رب من غير ادويه. جبتيهم بكام دول؟ ب5 جنيه. والله ما فاكره اعطتني كام واحد، ادي 3 4 5 ب5. واخد منهم كده كام عود عشان اعمل منه الطعميه. خلاص
نركن كده. انا هجيب الحاجه افرجها لكم واوريها لكم واقول لكم اسعارها واركنها عشان ايه نوسع مكان اللي بعدها. الخضره بقى شوفوا انا جايبه بكام خضره النهارده اهو. شوفوا انا دول ب5 جنيه. هي غلت في ناس يعني دي عشان هي عارفاني في السوق انا بجيب منها على طول عشان معرفه طبعا، عطتني واحده زياده. لكن هنا النهارده السوق كله ال3 ب5، السوق كله والله ال3 ب5. والربط ميته كده ومقتنه ما فيهاش. ده دي بسم الله ما شاء الله الست عندها ضمير. وشوفوا الربط عامله ازاي ما شاء الله مليانه اهي. شبت وكزبره وبقدونس اهو. ده بقدونس وده الكزبره. اللي ما تعرفش مين في مين ده البقدونس وده الكزبره اهو. حتى باين عليهم من تحت اهو. وده طبعا الشبت معروف ليه شنبات كتيره كده. فهي عشان عارفاني طبعا عطتني رابطه زياده. دول ب5 جنيه لكن اصلا كل الناس بتبيعوا النهارده ال3 ب5. خلاص حبايبي اوعي تنسي تفريزات رمضان. كل موسم لازم تجيبي الحاجه بتاعته. الخيار النهارده كله برضو في ناس كتير قوي بتبيعه ب20، بس برضو كده لما تخشي السوق ما تجيبيش من اول واحده. ما تعمليش زي النهارده، وانا النهارده خبت صراحه عشان الجو حر جدا وفرهضه. بقيت استسهل. بس فعلا انا كل مره بقول لحضراتكم انا بنزل السوق لازم الف كده في السوق اشوف الاسعار عامله ازاي، واشوف اللي اقل سعر اجيب منه اقل سعر واحلى جوده، يعني حاجه نظيفه بس السعر بتاعها قليل يعني. انا كده على طول. بس النهارده كمان الجو حر قوي رغم ان احنا نازلين بدري جدا النهارده بعد الماتش مباشره. الجو كان نار صراحه يعني النهارده سبحان الله. مش عارفه الجو طلع شغل ليه. جبتيه بكام يا موسف؟ ده جبت ده ب15 جنيه الكيلو. خلاص جبت بس كده على قد نعمل سلطايه. نعمل اللهم صل على النبي نخرط واحده كده جنب على الجبنه كده الكلام ده كله. خلاص جبت ايه تاني؟ اللهم صل عليك حبيبي يا رسول الله. جبت صفقه بتنجان بقى عشان اعمل منها المحشي. هعمل منها محشي وهعمل منها بتنجان. هخلله واحطه في التلاجة يقعد معايا بصي لو قعد معاكي شهرين مش هيجرى له حاجه. انا بعمل كده على طول. كل ما العلبه بتاعتي تخلص اجددها تاني. بقليه ويعمل له ايه واخلله بشويه. الحاجات دي هوريها لكم ان شاء الله بس مش عايزه احرق الفيديو ان شاء الله. بخلله واجي احطه في العلبه. انا الكبير ده جايباه للتخليل والصغير تحت اهو. الصغير عشان المحشي. هو راح فين الصغنن؟ والله دخل جوه كده مستخبي. تعالى يا ابن الحلال. الرفيع يعني الصغير شويه ده. الكيلو بكام يا موسف؟ طب قولي لنا. الكيلو من ده ب10 استنى ما اتذكر كده. قالت لي ب10 ولا كام؟ ب10 10 ده الكيلو ب10 جنيه. خلاص جبت كمان الرومي ارخص منه النهارده. ده الكيلو ب10. الرومي الكيلو ونص ب10. هوريكم برده الرومي. والرومي كده صلاه النبي عليه حلو قوي وطري وجميل النهارده. ما جبتوش من زمان صراحه برده الرومي اهو. شايفين جبت كيلو ونص ب10. اطلع يا حبيبي مش عايز تطلع من الكيس ليه؟ هناكلك برده اهو. شايفين دول كيلو ونص يا جماعه. كيلو ونص ب10. شايفين الروميه عامله ازاي؟ شايفه ردت ازاي؟ دي تعرفي ان هي تطلع معاكي من جوه عسل. الله اكبر عليها تبقى زي الفل اهو. دول كده كلهم كيلو ونص. شايفين اهو. ايه رايك؟ جمال. بصي مفيش بعد كده. كل خير بلدنا حلو الحمد لله يا رب. انا جبت الكميات دي كلها عشان انا بقعد فتره طويله يا حبايبي ما بنزلش السوق. جبت كمان اسكتوا كمان مره الطماطم غلت تاني. الحمد لله على كل حال. الطماطم النهارده الكيلو ب20 والطريه ب15. خلاص خلينا بقى كده نقول يا ريتنا طول الوقت بسبب الطماطم اللي تعبتنا دي وجننتنا. جبت الكيلو شطه من دي عشان برضو هفرز منها مش لرمضان عشان دي مش هتستحمل تقعد لرمضان. انا دي هفرز منها للايام اللي احنا فيها دي. الايام العاديه دي تخلص واجيب غيرها لحد ما ان شاء الله ربنا يصلح الحال والاقي الحاجه رخصت شويه. الكيلو من دي بكام؟ ب20 جنيه. هاخد منها حبه افرزهم اضربهم يعني مع الثوم. يعني اعمل برطمان حلو كده للتخليل للبتنجان للطماطم للسمك لاي حاجه عايزه اخللها. هعمل شويه والباقي هعمله ساده كده هريسه عاديه خضراء عاديه خالص من غير اي افتكاسات. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى شوفوا المتوحش ده كده الكبير ده اهو. شايفين الخيار المتوحش ده؟ اوريكم كده اهو. ده عملاق الخيار. ده بكام يا ام يوسف؟ 2 كيلو ب5 جنيه. جايباه ليه؟ طب لما هو متوحش كده جايباه عشان الطيور اهو. الجو حر فالحاجات دي بترطب عليهم. لما تمسكي لي كده خيارتين 3 تخرطيهم كده صغير كده زي البصل الصغنن وترميه لهم كده يا بيبقوا الفرحه مش سايعاهم. جبت 2 كيلو ب5 جنيه. والله كان نفسي اجيب كوسه بس للاسف ما لقيتش.
ما لقيتش ان هي يعني ما لقيتش مش موجوده، لا موجوده بس غاليه قوي النهارده. الكوسه الكبيره اللي زي دي كده النهارده كانت عامله 15 جنيه، زي دي الكبيره اللي زي دي. الاول كنت بجيب 2 ب5، النهارده لا، قلت لا حرام، بما اني ما رضيتش اجيب كوسه بقى بسبب الغلا اللي هي فيه، جبت دول 2 ب5 جنيه بس. هخرطهم كده للطيور اللي فوق، وعشان ياكلوا بقى كده ايه ويتبسطوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجرجيره مش عاجبها الحال، راحت واقعه، يعني ربنا يصلح الحال يا رب. الحمد لله على كل حال. البطاطس كمان اتجننت، تعالوا والله بميل بالعافيه الحمد لله. البطاطس اللي كانت ارخص حاجه في السوق بقت دلوقتي اتجننت وبقت اغلى حاجه في السوق. البطاطس الكيلو بقى ب20 جنيه، والرفيعه اللي عامله زي البلي دي، بلي كده، بلي صغنن كده، ب15 جنيه. يعني دي ب20 جنيه خلاص. فانا قلت بقى خلاص بقى غالي بغالي فمش مشكله، فانا هجيب 3 كيلو عشان يقعدوا معايا الفتره اللي جايه كلها. خلاص تعالوا اوريكم بقى الطماطم، ان ربنا يصلح حالنا كده، والطماطم ربنا يهديها وترخص، عشان انا بجد انا زهقت من قصه الطماطم دي، شويه تغلى وشويه ترخص. انا عايزاها رخيص. انا جبت حبه والله العظيم من فتره طويله، بس عملت لهم بقى ايه، حطيتهم في علبه في الفريزر، اللي هي عملتهم صلصه المصانع، حطاهم في الفريزر منافعين برضه. بحتاج اخد منها المعلقه تكفي معايا. يا ريت كنت جبت وعملت اكتر في الوقت ده، بس انا قلت لما لقيتها ب10 جنيه ساعتها قلت هترخص تاني، فلقيتها ما رخصتش، اتجننت اكتر. اهي دي ب15 جنيه اهي. الطريه دي كده اهي، دي طريه اهي، هي بس فيها ميه بس من المشوار. دي اهي دي طريه بالنسبه لي كده، دي طريه، دي ما تنفعش تعمل منها سلطه. خلاص دي ب15 جنيه الكيلو. خلاص اهي. دول بقى شويه على بعضهم لقيتهم كده عند الراجل، فقلت هاخدهم عشان المحشي، لان هي دي مش هتكفي، شويه الصغننين دول مش هيكفوا، دول كانوا حوالي كيلو ونص تقريبا، يا كيلو ونص كيلو، يا كيلو ونص دول. تعالوا بقى هنا اوريكم دي شويه شرب كده على بعض. يعني هم على بعضهم بس بالميزان برضه، مفيش حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش حاجه اسمها تاخديهم شروه كده. اللهم سهل الا وجعلته لنا سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هوريها لكم بس عشان اوريها لكم ان هي بسم الله الرحمن الرحيم الحاجه استنى هقفل وارجع لكم بعد ما افك. بس فكيت وخلاص اهو. بصوا بقى، دي عشان فيها البقعه الخفيفه دي، هي ما فيهاش حاجه يعني الحمد لله زي الفل اللهم بارك اهي. اهي قشره عاديه ما فيهاش اي حاجه اهي. دي عشان اهي كله ده قشره خفيفه هتتعين، ما فيهاش اي حاجه، بس هي من جوه اللهم بارك حلو. هي الطماطم بتاع الراجل دي كويسه وما فيهاش حاجه. كيلو من دي، الكيلو وربع منها ب10 اهي، كيلو وربع من دي ب10، بس عشان خاطر البقعه الصغننه اللي فيها دي، فمش مشكله، دي مش هتاثر معاكي، انا هقطعها ارميها للفراخ عادي جدا، يعني احنا هناكل والفراخ هتاكل. فبصي ما يعني مش لازم تجيبي كل حاجتك على ما يرام قوي. بصي حاولي على قد ما تقدري دبري ووفري كده، ولو عرفتي تجيبي شروات زي دي كده هاتي يا ست، ما فيهاش حاجه يعني، مش هتقولك لا يعني مش هتتاكل، لا هتتاكل، هتغسليها وتنضفيها وتقشري الحته دي وهتضربيها في الخلاط وهتبقى معاكي احلى صلصه طماطم. خلاص. الدنيا اللي احنا فيها دي يا جماعه عايزه تدبري امورك وتمشيها باي طريقه. احنا في حياه يعني ربنا يعلم بيها، ما يعلمش بيها الا الله خالقنا، خلاص هو يعني العالم باللي احنا فيه. بصوا كمان ما شاء الله برده مش كلها فيها بقع، كلها فيها من ده على ده. خلاص اهي فيها بسم الله ما شاء الله طماطم حلوه والله. عطاني كيلو وربع ب10 ما شاء الله. جبت دومت 2 ونص ب20، 2 كيلو ونص، 2 كيلو ونص ب20. خلاص حبايبي، همسكهم دول ان شاء الله اغسلهم غسله حلوه جدا واقطعهم واظبطهم واجي عاملاهم ايه، اضربهم في الخلاط واعملهم هسبكهم يعني هسبكهم على طول على الطبيخ، عشان انا فعلا بجد الجو حر والواحد محتاج، شايفين اهي واحده هنا منسوعه اهي، الواحد محتاج ما يقفش في المطبخ كتير، الجو صعب جدا، الواحد مش متحمل صراحه يقف في المطبخ اكتر من اللازم. وبكده يا حبايبي تبقى كده دي كل مشترياتنا النهارده، وزي ما حضراتكم شايفين كده كميه الملوخيه والحاجات بتاعتنا دي هتقعد معانا فتره كبيره ان شاء الله، وهنفرز منها، هنفرز الملوخيه وهنفرز الباميه ان شاء الله. الحاجات دي بتاعه رمضان. اما التفريزات العاديه اللي هي بتاعه الشهر كل اول شهر ان شاء الله، هحاول ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يقدرني ويقويني يا رب، وهحاول افرز معاكم حبه حاجات حلوين الايام اللي جايه دي ان شاء الله بعد ما نغسل. وان شاء الله حاول برضو ان شاء الله يعني كان لينا عمر، انا عارفه انا بقول ان شاء الله كتير بس مفيش حاجه بتمشي غير بمشيئه الرحمن. الحمد لله على كل حال. هغسل الحاجات دي معاكم واوريكم طريقه حفظها. طريقه حفظها سهله جدا جدا، وهتقعد معاكي بدل الاسبوع 2 و3 ممكن تقعد معاكي شهر كامل في التلاجة والله، وشهرين مش بيجرى لها اي حاجه.
هقولك طريقتي ايه في حفظ الخضار. ان شاء الله اعمل لك فيديو بامرك انت يا رب، هغسله واحفظه معاكي في فيديو من الفيديوهات. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم وتعرفي الاسعار عامله ازاي، وتنزلي كده تجيبي لك شويه حاجات. عايزه اقول لك النهارده الفراخ تقريبا ب 62 جنيه، علشان طبعا الناس اللي مقاطعه الفراخ بسبب الطيبات والطيبين والحوارات والافتكاسات اللي طالعه بتاع اليومين دول، انا مش معاهم خالص صراحه. الفراخ رخصت بسبب كده، والبيض رخص بسبب كده. لسه بقى مستنيين بقى يطلعوا لنا تقليعه جديده للحمه عشان يرخصوا لنا كمان اللحمه. بس فيعني الفراخ رخصت وكل الخضار ولع. فيعني ربنا يصلح حالنا الجميع يا رب ويهدي الناس، ومش كل فتره يطلعوا لنا بترند جديد وكلام جديد وحوارات جديد. الحمد لله على كل حال، بناكل فراخ وبناكل بيض وبنشرب لبن، وكل الحاجات اللي قالوا عليها غلط لا بنعملها بناكلها. احنا من يوم ما ربنا خلقنا واحنا بناكل وبنشرب كل الحاجات دي. انا عمري في حياتي ما سمعت اللي بيتقال اليومين دول. احنا بقينا في زمن العجايب، والحمد لله يا رب على كل حال، وربنا يعدينا منها على خير يا رب، اللهم امين. متنسوش تحطوا لايك للفيديو وتحطوا لي اشتراك لو لسه ما اشتركتيش، وشيريها لكل حبايبك واصحابك عشان عيلتنا تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.